بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 ميلادية الموافقة 23 جمادى الثانية 1446 هجرية تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ القزواني. وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، من بينها مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانونية رقم 024/1991 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المعدل والمتعلق بالأحزاب السياسية. مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 003/2011 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011 المتضمن مدونة الحالة المدنية. كما استمع مجلس الوزراء اليوم وصادق على بيان رقم 56/2024 يتعلق بتقييم إنجازات قطاع البيئة من سبتمبر إلى ديسمبر 2024 والتوقعات لسنة 2025. وسيتدخل كل من معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة كل فيما يعنيه، قبل أن نفسح المجال للرد على أسئلتكم المتنوعة. القانون الصحفي المهني بالفعل صدر قبل سنة من الآن. تجري عملية إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة به، سيما تلك المرتبطة ببطاقة الصحفي. وكما سبق وأن قلت خلال المؤتمرات الصحفية الماضية، تم إكمال مشروع المرسوم الخاص بالبطاقة الصحفية وقدم للتشاور مرتين. وتبعا الارتباط الكبير الحاصل بين طبيعة البطاقة الصحفية والعمل المهني والمسيرة اليومية للإعلاميين، ارتأيت إجراء دورة ثالثة من التشاور مع الإعلاميين، وأعتقد أنه خلال أسابيع قليلة سيتم إصدار المرسوم الخاص بالبطاقة الصحفية. وتذكرون بأن موريتانيا ضمن مساحة أو المكاسب المرتبطة بالحريات حققت تقدما غير مسبوق خلال هذه السنة، سواء باحتلالها المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا والثالثة والثلاثين عالميا، ولكن كذلك العاشرة عالميا في مجال أمن الصحفيين. ووقعت الأسبوع الماضي الشراكة الدولية التي أطلقتها ريبورتر سان فرونتير وفرنسا وانضمت إليها 55 دولة، وقعتها أو انضمت إليها موريتانيا الأسبوع الماضي، فيما يشكل تجسيدا للمكاسب التي حققتها، ولكن كذلك لإرادة صاحب الفخامة بعد تأسيسه اللجنة العليا لإصلاح قطاع الإعلام نحو المزيد من توسيع الحريات وتحسين القانون الناظم للمهنة الصحفية وتحسين أوضاع الصحفيين. النقطة الثانية اللي مرتبطة بالسؤال مرتبط بالمدرسة، هي ما هي مدرسة؟ هي الروضة بالفعل. الروضة تم تسريب بعض من المقاطع يوم أمس بخصوص روضة تقع في نواكشوط، والسلطات العمومية فتحت تحقيقا في هذا المجال، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ لا تسامح مطلقا مع ما كل ما من شأنه أن يمس بقيمنا الإسلامية أو بتنشئتنا الاجتماعية في رياضنا وفي مدارسنا. وستتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، تحديدا للمخالفين أيضا وتحديدا لمرتكبي هذا الفعل الشائن. النقطة الثالثة مرتبطة ببعض من الأسئلة ارتبطت بالعلاقات الخارجية لموريتانيا. زملائي الصحفيين كونوا حريصين ومفرط الحساسية حيال كل ما يتحدث عن المساس بعلاقاتنا الخارجية، سواء من خلال الزعم بوجود دوريات أجنبية دخلت حدود الموريتانية المؤمنة والتي لا وجود لأي حالة من هذه الحالات، أو سواء أيضا بالترويج وتسويق مقالات في مواقع غفل تسيء إلى بلدكم. يجب أن نتقيد بأعلى درجات اليقظة حيال المساس بعلاقاتنا الخارجية في التي رسمها صاحب الفخامة، وهذا الصدر اللي قائمة على الانفتاح وعلى التعاون البناء وعلى إقامة وإشاعة قيم التآخي والسلم والتعاون المشترك. ولا ينبغي أن يتخذ المؤتمر الصحفي من أجل تمرير الرسائل من مواقع وهمية تسيء إلى بلدك وتسيء إلى علاقات أحد من بلدان. هاي يعود حد مدى حريص عليها في جزء من المسؤولية وفي جزء من البعد الوطني أيضا لنا جميعا. بعض من الأسئلة التي طرحت تحمل أجوبة عليها أو كان الغرض منها طرحها، ولذلك يتعين دائما أن نعمد إلى المزيد من توجيه الأسئلة، ونحن منفتحون كثيرا على الإجابة على مختلف الأسئلة التي تطرح في هذا الصدد، كما هو الشأن كما قلت بالنسبة لما يرتبط بالحديث عن مواقع تحدثت عن موريتانيا. هذه ما هي مواقع، ما هو شيء جاد ولا يركب عليه دولة ولا ينتسب لدولة. يعود موقع والله مدون في تيك توك يعود حد ينشره ويقبضوا منصة أخرى هي منصة المؤتمر المعاقب على مجلس الوزراء ويعيد نشره فيها. ذاك ما يتوسع. ما هو الوطنية وتقدم خدمة مجانية مولي الوحدين ما هم قاع ما هم فاهلهم ما يتكلموا باسمهم ولا
أخيرا أود أن أجدد لكم الشكر وأذكر بأن طبيعة المؤتمر الصحفي اليوم أنه تميز أساسا، عندكم أشبعتموه نقاشا فيما يرتبط بقانون، لأنه قانون تأسيسي أساسا، قانون مرتبط بالأحزاب سواء في بعده الإصلاحي أو سواء فيما سيترتب عليه أيضا. شكرا جزيلا.